السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وفي افضل حال. واهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا بفيديو جديد. هنسمع في فيديو النهاردة اغنية جزائرية جميلة جدا. دايما لما باجي اسمع اغنية جزائرية بحس بتنوع في الثقافة، لان بحكم مساحة الجزائر اللي تعتبر قارة بمدنها المتعددة تختلف فيها الطبوع الموسيقية، إذا كانت حوزي أو قبائلي أو راي أو شاوي أو غيرهم طبعا من الطبوع المختلفة. حقيقي كلها طبوع مميزة بتبين كمان جمال الفن والموسيقى الجزائرية، وده فعلا اللي بيشد انتباهي لما بسمع الأغاني الجزائرية، سواء في الكلمات أو الألحان أو حتى الغناء، لأن عمالقة الفن يا جماعة موجودين بالجزائر. ومن غير ما أطول عليكم هنسمع مع بعض النهاردة أغنية جميلة جدا بإذن الله هتعجب حضراتكم. وما تنسوش طبعا تكتبوا لي كالعادة رأيكم في الكومنتات. وكمان يا جماعة لو أول مرة تشوفوني يشرفني جدا انضمامكم معايا في القناة. اتفضلوا معايا نتابع الفيديو.
أغنية جميلة جدا ومش محتاجة طبعا كلام ولا تعليق. لكن بغض النظر عن جمال الأغنية، إن دايما الفن الجزائري بيوصل للعالمية بسهولة جدا، دايما فعلا بيوصل لقلوب الناس كمان بكل سهولة. عشان كده بيشتهر حول العالم، وجميع طبعا فنانين وعمالقة العالم كله بيحبوا يتغنوا بالفن الجزائري. شفنا كتير جدا طبعا أغاني جزائرية اشتهرت واتغنت بلغات مختلفة. يعني دايما كده الأغاني الجزائرية ليها رونقها الخاص في طبعا في الفن والموسيقى، في المجال الفني بشكل عام. بصراحة الأغنية جميلة جدا، عشان كده مش هعلق عليها. هسيبكم انتم تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، وتكتبوا لي كمان بعض الطبوع اللي احنا مع بعض بقالنا فترة طويلة على القناة، لكن في طبوع كتير يا جماعة اتضح ليا ان انا ما سمعتهاش قبل كده، وكمان يعني ما حاولتش ان انا اجيبها على القناة. فهستناكم طبعا تبعتوها لي، وتكتبوا لي كمان رأيكم فيها في الكومنتات، وتقولوا لي ايه الأغنية المميزة اللي بتعجبكم ان اللي انا اقدر اقدمها على القناة. ان شاء الله ابقى عند حسن ظن حضراتكم. إيه، نكمل مع بعض. زي ما سمعنا كده مع بعض يا جماعة الفيديو، هو ده بقى الفن الجزائري وجمال الفن الجزائري، وجمال كمان فنانين الجزائر اللي بيقدموا الفن والموسيقى بطريقة خرافية. طريقة فعلا يا جماعة، أداء، كلمات جميلة جدا، كاريزما كمان في الأداء تخلي الناس كده تحب تسمع مرة واتنين، وتحب تطلع على الطبوع المتنوعة في الجزائر. يعني الجزائر يا جماعة زي ما بقول لكم بحكم مساحتها الكبيرة، إن احنا يعني بمدنها طبعا متنوعة، تعتبر قارة، يعني تعتبر قارة كبيرة جدا. لان طبعا الجزائر جميله جدا كطبيعه، جميله طبعا كمنشآت، كبنيه تحتيه. بصراحه جمال في كل شيء، حتى كمان في المجال الفني يا جماعه. يعني بالظبط كده زي ما سمعنا مع بعض الفيديو، الاغاني حتى هناك ليها رونقها الجميل اللي كله بيحب يطلع عليها، والكل بيحب يكتسب ثقافه ويشوف الثقافه الجزائريه الجميله من خلال الفن والموسيقى. يعني بجد من تقدم لتقدم. الفيديو بصراحه كان جميل جدا. شكرا جدا لحضراتكم ومتابعتكم الفيديو. اسيبكم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في رعاية الله. مع السلامة.